تعد بسمة المغربية من أبرز المشتركات المنتظر دخولهن إلى برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة، حيث من المتوقع أن تلتحق بالبرنامج ما بين الحلقة 50 والحلقة 60 لتقلب موازين المنافسة داخل الفيلا منذ ظهورها الأول. فجمالها اللافت وحضورها القوي وثقتها الكبيرة بنفسها سيجعلونها محطة أنظار الشباب والحموات على حد سواء، لتصبح واحدة من أكثر المشتركات إثارة للاهتمام في هذا الموسم. وبحسب مجريات الأحداث فإن بسمة مغربية الأصل وتقيم في سويسرا، وهي شابة في العشرينات من عمرها، تعمل في مجال عرض الأزياء وتهتم كثيرا بعالم الموضة والأناقة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال إطلالتها المميزة واختيارها لملابسها وطريقة حديثها الراقية، وهو ما سيمنحها حضورا مختلفا عن بقية المشتركات داخل الفيلا. ولا يعتمد تميز بسمة على جمالها فقط، بل تمتلك أيضا كاريزما قوية وشخصية هادئة ومتزنة، حيث تتعامل مع الجميع باحترام وتفضل الاستماع أكثر من الدخول في النقاشات الحادة. كما أنها لا تحب افتعال المشاكل، وتسعى دائما إلى الحفاظ على هدوئها حيث في أصعب المواقف، وهو ما سيكسبها احترام عدد كبير من المشتركات والحموات. ومنذ دخولها ستلفت انتباه محمد اللبناني الذي سيجد فيها الصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته، وسرعان ما تبدأ بينهما مرحلة تعارف يسودها الانسجام والتفاهم، حيث سيشعر كل منهما براحة كبيرة في وجود الآخر، لتتطور العلاقة تدريجيا مع مرور الحلقات. ومع استمرار المنافسة سيصبح محمد اللبناني وبسمة المغربية من أكثر الثنائيات استقرارا داخل البرنامج، وسيحرص كل منهما على دعم الآخر في مختلف المواقف، كما سيبتعدان عن أغلب الخلافات التي ستشهدها الفيلا، مفضلين التركيز على بناء علاقتهما بعيدا عن الصراعات. ورغم قوة العلاقة التي تجمعهما فإن الطريق لن يكون خاليا من التحديات، فمع اقتراب المراحل الأخيرة من البرنامج ستواجه علاقتهما بعض الخلافات وسوء الفهم، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انفصالهما قبل الفاينل الأخير. في واحدة من أكثر المفاجآت التي ستصدم متابعي البرنامج، ورغم هذا الانفصال سيواصل كل من محمد وبسمة رحلتهما داخل البرنامج حتى الحلقة النهائية، حيث سيقرران الاستمرار في المنافسة كل بطريقته، مع احتفاظ كل منهما بالاحترام والتقدير للآخر. وستكون بسمة من المشتركات اللواتي يتركن بصمة واضحة داخل البرنامج، ليس بسبب قصتها العاطفية فقط، بل أيضا بفضل أسلوبها الراقي وشخصيتها الهادئة وقدرتها على التعامل مع الضغوط دون انفعال، وهو ما سيجعلها تحظى بإعجاب عدد كبير من المتابعين. أما محمد اللبناني فسيعتبر أن علاقته مع بسمة كانت من أجمل التجارب التي عاشها داخل البرنامج، حتى وإن لم تكتمل حتى النهاية، وسيؤكد أن ما جمعهما كان قائما على الاحترام والتفاهم، وأن الانفصال لا يلغي قيمة اللحظات التي عاشها معا طوال فترة التعارف. وفي نهاية المطاف سيتمكن محمد اللبناني وبسمة المغربية من الوصول إلى نهائي قسم ونصيب العروس والحماة، لكنهما لن يتمكنا من التتويج باللقب، ومع ذلك ستظل قصتهما
واحدة من أبرز قصص الموسم، وستبقى بسمة المغربية من أكثر المشتركات حضورا وتأثيرا بفضل شخصيتها الهادئة